طيب سريعا كده انا جاي اجاوبك. لو انت عايز تبدا تتعلم برمجه تبدا ازاي؟ البرمجه عندنا بتتقسم ليعتبر 4 طرق. فيهم ممكن تختصر الطريقين مع بعض. ممكن ده يحصل. يعني ايه؟ يعني احنا عندنا برمجه الموبايل ابلكيشن مقسومه الاندرويد والاي او اس، وعندنا برمجه الويب سايت او الموقع، وعندنا برمجه برامج الديسكتوب اللي بتبقى بتتسطب على الكمبيوتر. يبقى احنا 4 طرق متاحين بالنسبه لنا: اندرويد، اي او اس، ويب ابلكيشن، ديسكتوب ابلكيشن. ال4 طرق دول ممكن تختصر فيهم الموبايل ابلكيشن سواء كان اندرويد او اي اس ببعض اللغات اللي بتشتغل على الاثنين سوفت وير. زي ايه؟ زي مثلا فلاتر. فلاتر ممكن تشتغل بيها على فكره ال4 ابلكيشن كمان. زي في برضو حاجه اسمها كوتلين مالتي بلاتفورم، دي لسه جديد